السيد عمر جابر، ما هي تطلعاتك المستقبلية من الناحية العملية ومن الناحية الشخصية؟ تطلعاتي الشخصية في عملي سبق وحكينا بالأسئلة السابقة إنه أنا البنية التحتية اللي وضعتها الأساسات في تركيا هي بال 2013 بنهاية 2013 تكون اكتملت. أتطلع إني أنا أكون سفير جيد لرجل الأعمال، سفير جيد للاقتصاد الفلسطيني والعربي. خلينا نعمم ولاش نخصص، العرب عرب. أتطلع إني أنا أكون إلي قيمة، لا أعني المادية، قيمة بالاحترام، قيمة بالمركز في هاي البلد وفي البلاد اللي راح نزورها إن شاء الله في المستقبل في الخطة اللي موجودة. نتطلع كثيرا أن نرفع اسم بلدنا وين ما نكون بهويتنا. أتمنى من الله أن يوفق كل إنسان مخلص يعمل من أجل أن يكون رقم، مش رقم في البنك، معادلة وليس صفر على الشمال. وهذا الشيء كثير مهم وحساس، وأعتقد أنه أنا الآن بمشيئة الله تعالى راح أحط رجلي على الخطوة الأولى في هذا الاتجاه في 2014 بعد ما اكتملت عندي عناصر نمو الوليد اللي هو عمر جابر الجديد، اللي الحمد لله بفضل رب العالمين بوقوف عائلتي معي. أنا عائلتي كانت داعم أساسي إلي يا عاصم. زوجتي أكثر إنسانة بوجه لها تحية عبر هذا اللقاء، أكثر إنسان، لأنه هي كانت الداعم الأساسي لي، داعم معنوي، داعم مادي، في إنها كانت مش مسرفة، كانت تحافظ على كل شيء موجود إلنا أنا وياها. وهي كانت داعم أساسي بالصبر بالبعد والغربة. ووجه لها تحية محترمة إلها، وحقا إنها إنسانة وقفت إلى جانبي ولا تزال. تطلعاتنا المستقبلية إنه نزور بلادنا حلم، ولكن الحلم يتحقق بدون احتلال، نكون موجودين بدون احتلال. هذا شيء نحلم فيه. بحلم لكل الدول العربية إنها توصل لمرحلة ولو بسيطة جدا بدها تحبوا بعض، الناس يحبوا بعض. الديمقراطية بسيطة مش مهم، حبوا بعض بس، حبوا بعض، يعملوا مع بعض. بدنا نكون كلنا مع بعض كتلة. الكتلة صعب الإنسان يكسرها، ما بيصير وان مان شو انتهى في الحالة. اليوم تكتلات كيف؟ اقتصادية، سياسية، صناعية. كل الاحترام لليابان، 50 مصنع شارك في العالم. كل الاحترام لدولة زي تركيا أصبحت مديونيتها ب 15/5/2013 صفر. بنفس الأسبوع أقرضت تونس 400 مليون دولار. كل الاحترام والتقدير. أتمنى دولة من دولنا العربية الناشئة الغير بترولية طبعا، لأن البترولية عندهم مصاري مش عارفين شو يعملوا فيها. إذا بدهم مندلهم نقدر يعني نقول لهم شو يعملوا. إذا بدهم يرضوا ربنا ويرضوا الناس ويكونوا مرتاحين سهل. فأمنياتنا كثيرة، أحلامنا كبيرة وأكبر من الخيال، يعني واسعة ما تتوقف. يمكن بنهاية آخر نفس يظل الإنسان قاعد بيشتغل. أنا بالنسبة لي بعتبر حالي لغاية آخر نفس ممكن ربنا يعطيه راح يظل يعمل وينتج، لكن إنتاج منطقي معقول سليم مبني على أسس. إلا الحمد لله 10 سنوات من البنية التحتية أعتقد أني أنا بنيتها وعملتها وحققتها إن شاء الله. أخطاء أكيد وقعنا في أخطاء، لكن بالمستقبل أحلامنا كبيرة كثير. أنا وبعض الإخوان اللي أنا بلتقي فيهم أن أحلام كبيرة ما إلها حد، وأهمها أنه نكون رقم
وفهمت علي شو رقم بمعادلة، إلنا وزن، إلنا قيمة، إلنا احترام، وهذا شيء مهم جدا. هذه أحلام. الله يقسم. السيد عمر جابر، رسالتك إلى الجيل المستقبل من أجل بناء مشروع الاقتصاد. أنا عندي رسائل لجيل المستقبل. الرسالة الأولى: الاقتصاد له علاقة في الكلام اللي حكيناه في السابق، البنية التحتية. البنية التحتية هي الوطن زائد الخدماتية المؤسسة. المعرفة شيء مهم كثير، الثقافة العامة شيء مهم كثير. إذا عمل الشاب أي عمل أو درس أي دراسة، أنا نصيحتي له يجب عليه إنه يحبها حب شديد حتى هي تحبه. إذا حبها بيبدع فيها، إذا ما حبها لا يمكن يكون إبداع، بكون تمضية وقت. تمضية الوقت بأخرنا، برجعنا زي ما إحنا متخلفين، نضلنا متخلفين زيادة، نرجع لورا، ما نتقدم خطوة الأمام بدون هدول الشباب. هدول الشباب لازم، واجب عليهم اليوم مع الظروف المهيئة لهم، ظروف كبيرة ضخمة جدا ما تهيأت لنا، ما صار عندنا فرصة إنه نتعامل مع الأمور التكنولوجية اللي بإيديهم هلا. كان عندنا حلم إنه كل واحد عنده في البيت تليفون أرضي، تليفون سلك. اليوم التليفون شريحة وزنها 20 جرام بتوصلك بالعالم كلياته عن طريق الأقمار الصناعية. استغلوها، استفيدوا منها، بس يعرفوا كيف إجت. إذا عرفتوا كيف إجت وليش إجت وكيف هاي بتشتغل، انتوا اليوم حطيتوا ايدكم على اول الطريق الصح في انقاذنا، انقاذ الجميع للشباب العربي اقتصاديا ومعنويا. الاقتصاد ما بنفصل نهائيا، الرقم مش مهم. الاقتصاد اللي مستدام، المستمر اللي بيعطي النتائج الدائمة هو المهم، هو المطلوب. الاقتصاد المستمر لازم يكون له بنية تحتية كبيرة، أساساتها المعرفة، العلم، استخدام التكنولوجيا الحديثة. عيشوا بال 2013 ب 2013، بدناش ب 2012 نعيش، بدنا نعيش ال 2013 بال 2013 ونتفرج على 2023 زي ما حكى أردوغان وحزبه المحترم. طلعوا لقدام 10 سنوات، 20 سنة، 50 سنة. أعدائنا بيفكروا 100 سنة، إحنا نفكرش 5 دقائق. فكروا كتير واشتغلوا كتير واتعبوا كتير حتى تقدروا توصلوا للنتائج اللي إحنا ما قدرناش نعملها. ما قدرناش لأنه كانت الظروف مش مهيئة لنا. ما في كمبيوتر يوصلك بالعالم يخلي القرية قدامك. العالم بالنسبة لنا كان بعيد كتير وكبير كتير وما نعرفش عنه شيء. اليوم انتوا بتقدروا تعرفوا عن العالم وانتوا نايمين على التخت، لأن الكمبيوتر العادي أصلا بطل، صار فيه هلا اللابتوب بتحطه وين ما بدك أو التليفون تبعك بوصلك بالعالم كله. إحنا ما كان هذه الظروف مهيئة لنا. اليوم أنت بتقدر توصل مع العالم، لكن استفيد من زي ما حكينا في بداية اللقاء أخ عاصم، المفروض إحنا نستفيد من الأخطاء ومن الحسنات ونأخذ منها عبرة. أعدائنا بيعملوا ندوات وحلقات ومؤتمرات عشان يأخذوا العبرة من التجربة، وبتدرس في الجامعات العبرة من تجربة قنبلة صغيرة انفجرت. ليش انفجرت وكيف اجت ومن وين اجت ومن وين دخلت ومن وين طلعت ومن نزلت. احنا مع الاسف بكون عندنا جهاز ضخم بنعرفش كيف اجى وليش اجى، بس بنستخدمه واستخدام سيء مع الاسف.